هادشي ولا كتير هادشي، ولات الهضره بزاف صراحه، فين ما دخلتي كتلقى الهضره. ايه العبث ده؟ ايه العبث ده؟ حقيقه عسكر الجزائر شيء غريب وعجيب. النظام المغربي و... والديوان الملكي كمان حب يستغل اللقطه وهو عارف ان الفرقه مش هتسافر. نظام تبوني يعني يشكل أو ينظم فعالية رياضية. لكم أن تتخيلوا كيف ستكون النتيجة عندما تتتبن الرياضة أو يتريض التبون. حاجة مقرفة. حاب أن أوجه رسالة لأهلنا في المغرب. ترى هذول مجموعة عبارة عن كلاب مستأجرة صراحة، يعني يزعلون يضربون راسهم في الحيط. عبارة عن كلاب مستأجرة راحوا بهدف إثارة الفتن ما بين الشعبين الجزائري الحبيب والمغربي الحبيب. انما احنا بنسف عليهم وبنوريكم البؤس ده ليه؟ لانه بيكذب كما هي عادته، واحنا ضد ده، مش ضد اي شيء اخر، ضد الكذب وضد التخنشيل وضد البؤس اللي هم فيه، اللي بيحاول ان هو يظهره بالاعلام وبالاكاذيب. نحن قوة ضاربة، احنا الاصل، احنا اسياد افريقيا، احنا اللي مفيش منا، احنا الكبار، احنا قوة ضاربة، احنا، وده كلام فاضي. وعاد دخلوا معنا الاخوان المصريين والشاميين بعد الناس الخليج، كلشي ولا باغي يناقش المشكل بين الجزائر والمغرب. ما السوشيال ميديا طلعت لي في راسي بهذا البلان هذا بالضبط. واش هذا المشكل زعما عاد خلق دابا؟ المشكل هذا عنده اكثر من 50 عام، عاد دابا نوضو كيهضروا عليه. Comment elle se passe cette guerre? Cette guerre se passe très bien. Nous sommes gonflés, nous sommes prêts à défendre notre territoire et nous sommes prêts à défendre le pouce de notre terre, n'est-ce pas, pour que les Algériens ne s'approchent pas de notre territoire national. المشكل ديال الصحراء وراه ما عندوش الحل. داك المشكل الصحراء مغربيه 100%. واش كاين شي واحد يدي الصحراء؟ لا. ومالك حق حنا عندنا البنان، حنا عندنا الغاز. لا نتوما ما عندكمش هادي، ما عندكمش هادي. المغرب بعدا فيه كل الخير، المغاربه راهم عارفينها. وإلا كان شي اخوان جزائريين شوفوا هذا الفيديو، المغرب راه فيه كل الخير. وفيديو دابا نوريك فيه كلشي. وكما كانتش القضيه حرام، شنو غندير؟ نشد دابا واحد 5 كيلو ولا 6 كيلو البنان ونسيبها، نشد واحد قرعه الغاز فيها واحد 6 كيلو ولا 12 كيلو ونخويها قدامك بحال هكا، فهمتي كيفاش؟ ونمشي نجيب الحليب نهرقو، نجيب الزيت كما قلت لك نهرقها في القادوس واحد 5 يطرو، الخير كاين. ولكن حرام تضيعوا، فهمتيني؟ حتى الجزائر عندهم الخير ديالهم، دبر راسهم ودبر راسنا، حتى واحد ما يدخل في الاخر. وخاصك تعرف بزاف الناس كيتمعشوا من هذه القضيه هذه على الادسنس وداك اللايفات في التيك توك وتيدخلوا الصرف من هذا الشيء هذا، والناس كيدعموهم. راه بزاف منهم معروفين اخوان، بعض منهم يمانيين مصريين كذا كيهضر على هذا الموضوع في اللايف. وجزائريين الى جمعهم كيدعموه، المغاربه الى جمعهم كيدعموه. ما بلانش هادشي كامل ما بلانش. وبين الجزائريين والمغاربه صراحه ما بقاتش خوا. الا كان زعما شي حاجه، الا كان زعما شي ناس مزيانين في الجزائر ما بقيتوش كتبانوا، ديروها كنعرفوكم كاينين، فهمتيني؟ ولا واحد الحقد بزاف. شنو وقع في الافتتاح ديال الشان، المهم داك الشيء خايب بزاف. تنافس مزيان بين الشعوب ولكن ماشي بهذه الطريقه هذه. والا بغيتي تفوز حتى المغاربه، بغيتي يعني توصل لقدام، ما تبقاش مركز على الخصم، كتركز على الهدف ديالك. سير انت فين ما كنتي في المجال ديالك حاول تبدا فيه، زيد بهذا البلاد القدام. اي واحد يمكن يعطيها، اي واحد يمكن يفيد البلاد، انه يفيد راسو. فيد راسك باش توصل انت وتزيد لقدام، راه غتفيد معك حتى البلاد. ودير شي حاجه، خدم معك ناس ولا خدم غير انت، دير شي حاجه لراسك، مابقاش مقابل غير الجزائريين وكذا. حيت هادشي والله الا كثر في كومونتير، هادشي كثر في لي فيديو بزاف، كلشي ولا حنا عندنا نتوما ما عندكمش، حنا عندنا نتوما ما عندكمش. وهادشي غادي يؤدي البلدان بجوج. ولكن حنا نهضروا على المغرب، اكيد هادشي غادي يهبط المغرب لتحت، ماشي غيطلعوا. حيت الا بغيتي تطلع المغرب خاصك ما تركزش في هادشي كامل، وركز انه القطاعات ديالو كاملين يتزادوا. اي واحد فيكم هنا راه ضروري مونجاجي في شي قطاع، فهمتيني؟ فداك القطاع ديالو يحاول يطلعوا له ماكسيموم بوسيبل، ما يبقاش مركز مع الناس، ما يبقاش مركز مع الجيران ولا ما عرفتش. ركز مع المغرب. المشاكل السياسيه راه عندها مالها غيحلوها، فهمتيني؟ واش الصحراء شحال هادي ما داوهاش يجيو يدوها دابا؟ الصحراء عمرها غتمشي، فهمتيني؟ ديجا الصحراء راها تحت السيطره ديال المغرب. علاش انت مقلق على الصحراء؟ وتشوف شي واحد مثلا مشي دوله اخرى حط لك الرايه ديال الصحراء مقسومه، تبقى فيك الحال. ولا حتى مقسومه يديها، واخا حتى مقسومه راه ما يديهاش. واش فهمتي؟ واش فهمتي الفكره اللي بغيت نوصل لك ولا لا؟ اما القضيه ديال الصحراء اللي عليها نايضه الصداع كامل، الشميري كان الحليف الاول ديال المغرب ياك، ومعترفه بالصحراء المغربيه. الا جات قلبت وجهها.
واخا ما عندها علاش تقلبوا، ولكن نعطيك مثال كاع. الا جات قالت لك الصحراء ماشي مغربيه، ما هضرتها غتبقى عندها، فهمتيني. المغرب ما يطلق الصحراء ديالو، واخا تجي ميريكان يعني الاولى في العالم من القوه العسكريه واقتصاديه تقول لك الصحراء ماشي مغربيه، ما كيهمنيش انا بعدا كمغربي. غتكون مشاكل عند الجيش وبعض الامور انا ما كتهمنيش، لان الصحراء مغربيه 100%، والشعب ديالها هو اللي كيدافع عليها. الحرب العسكريه دابا ما بقات تصالح حتى شي طرف، والعالم كامل عارفها، والعالم ولا متعدد الاقطاب والقوى كاملين طلعوا دقه وحده. فالحرب العسكريه كتكون مدمره للطرفين. هانتوما كتشوفوا روسيا ثاني اقوى جيش في العالم مع اوكرانيا اللي الجيش ديالها ما عرفش من مرتبه واقيلا 25 ولا 26. 9 شهور مازال روسيا ما سيطرت حتى على 20% من الاراضي الاوكرانيه او 30% من الاراضي الاوكرانيه بشكل يعني كامل. لهذا الحرب اللي كاينه حاليا هي الحرب الاقتصاديه. شكون الدول اللي تقدر تسيطر بالاقتصاد، تسيطر بالفكر ديالها، تسيطر بالقوه السياسيه ديالها؟ واش فهمتيني؟ يعني باش تقول الحرب ما كايناش. الصحراء راها في وسط المغرب، بلا ما بقاو نتناقشوا مع الجزائريين. وكنشوف بعدا واحد المقوله كتعجبني بزاف كنلقاها في لي كومونتير، هي تناقش اي واحد وما تناقش جزائري فعلا ما تناقشوش. بعدا من هذا النوع اللي كنشوفوا كيخرجوا بلي فيديوهات ديالهم مستوى منحط، بلا ما تناقش معاه. ركز انت في الامور ديالك، في دراسك باش تفيد المجتمع ديالك. وهذه هي النصيحه اللي انا كنشوف. وهذا الفيديو درته حيت فريمون تقلقت، كندخل وليت كنكره السوشيال ميديا بهذه المساله هذه بالضبط. كندخل كنلقى الهضره على الجزائر. داكشي علاش درت هذا الفيديو خفيف ظريف. ونتلاقاو في شي فيديو جاي ان شاء الله، وتبارك الله عليكم. ما تنساوش تابوناو. هاد لاشين هادي راه جديده، لاشين اللي فاتت راه مشات. لاشين مازال طايحه هادي جديده، ولكن الا تابونيتو فيها بطبيعه الحال غادي تطلع. تشاو.